في مباراة لا تقسم نتيجتها على 2. ضيف فريق أربيل الممثل الوحيد للفرق العراقية نظيره فريق نيفيتشي القادم من أوزبكستان ضمن مباريات الدور 16 لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم. قبل بدء المباراة كانت توقعات الإعلاميين بأن اللقاء سيكون صعبا، كون النحس يلازم الفرق العراقية عندما تلعب أمام الفرق الأوزبكية. أتصور أنه مباراة اليوم مباراة حسم مع فريق نيفتشي بالنسبة لفريق أربيل، مباراة نهائية تعتبر. طبعا الفريق اللي راح يقدر صراحة أنه يملك زمام المبادرة في الربع ساعة الأولى ويحقق هدف ممكن أن يكون هو صاحب الحظ الأوفر في أن يبقى في هذه المنافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأعتقد أنه فريق أربيل هو الأوفر حظا من ذلك. أعتقد أنه أربيل قادر على تخطي عقبة نيفتشي الأوزبكي، رغم أن الأندية الأوزبكية والمنتخبات الأوزبكية هي دائما ما تكون نت صعب بالنسبة لمنتخباتنا وأنديتنا. البداية كانت جس نبض للفريقين، وكانت أغلب الكرات مقطوعة وتفتقر إلى التركيز. في الدقيقة 41 استغل مسلم مبارك خطأ حارس نيفيتشي إلدور إسابايف ليسكن الكرة في شباك الضيوف مسجلا الهدف الأول لأربيل لينتهي هذا الشوط بهذه النتيجة. وفي فترة الاستراحة اختلطت التوقعات بالتمنيات عند الساسة وخبراء الكرة. بالشوط الثاني نتمنى أن يواصلون بالهجوم وأن يسجلون هدف الاطمئنان خاطر يقدرون يلعبون براحة، وأيضا الجمهور الكبير اللي يساندهم والتنظيم الجيد، هاي مؤشرات إيجابية لنادي أربيل في التنظيم، وإن شاء الله نطلع بنتيجة طيبة. نتمنى بالشوط الثاني إنجازات أكثر وأهداف أكثر لأربيل، هذا ما كنا نتوقع داخل جمهوره، وهناك فعلا جهود كبيرة من اللاعبين يبذلون في هذا اللعب والتالي لكي يستطيعون أن يحصلوا على نتيجة جيدة كي يرضوا الجمهور الأربيلي والعراقي، لكي نحصل على نتائج أفضل ضمن الأندية الآسيوية. أتوقع فريقنا الشوط الثاني يعني يلعب أحسن، لأنه هم راح ينفتحون. فريق أوزبكستان ما عنده أي خيار غير الهجوم، أكيد يعني هو فريق جيد يعني تشوفون يعني فريق، ولكن الشوط الأول كان عنده خوف على المباراة، لكن أتمنى أن الشوط الثاني لاعبين يكون جماعتنا يلعبون أفضل وأيضا يلعبون أسرع، لأنه هم من ينفتحون إذا يلعبون أسرع أكيد راح يصير نتيجة لصالحنا. مع بداية الشوط الثاني حاول الضيوف تعديل النتيجة من خلال شنهم عدة هجمات. في الدقيقة 69 سدد عبد الرزاق الحسين كرة جميلة لم يستطع خط الدفاع وحارس مرمى نيفيتشي من التصدي لها ليسجل الهدف الثاني للإمبراطور. بعد هذا الهدف انهار فريق نيفيتشي واستسلم لاعبوه لمهارات مهاجمي أربيل الذين أمطروا مرماهم بضربات موجعة أثمرت عن تسجيل الهدف الثالث بواسطة أمجد راضي، وكان ذلك في الدقيقة 88. وبينما كانت الجماهير تغادر أرض الملعب مطمئنة على النتيجة، سجل مدافع نيفيتشي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتنتهي المباراة بفوز أربيل على نيفيتشي ب4 أهداف دون الرد. وفي المؤتمر الصحفي أرجع مدرب الضيوف يوري سركيسيان هذه الخسارة القاسية إلى إرهاق لاعبيه بسبب السفر الطويل وحرارة جو أربيل حسب اعتقاده. لاعبونا كانوا مرهقين بسبب السفر الطويل والرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة في أربيل. إضافة إلى ذلك فقد لعبنا مباراة قوية في الدوري الأوزبكي قبل يوم واحد من مجيئنا إلى هنا. كل هذه العوامل أدت إلى الإرهاق والهبوط في اللياقة البدنية لدى اللاعبين. أما مدرب أربيل نزار محروس فقد قدم شكره إلى اللاعبين والجمهور، مؤكدا أن القادم أصعب ويجب التحضير له بأحسن الطرق. بالنسبة للمرحلة القادمة صعبة جدا، لأنه نحن هلا يعني 8 فرق اللي تأهلوا أو ما بعرف مين لسه تأهل، بنعرف تبع أمس، بتصور هذول الأفضل 8 فرق بالبطولة، وكلهم فرق عريقة وعلى المستوى المحلي ببلادهم أو حتى على مستوى البطولات. يعني الكويتي فاز بالبطولة وصل مرتين للنهائي، الاتفاق السعودي فريق قوي، الشرطة السوري فريق قوي، يعني ما فينا نقول رح نواجه فريق سهل. الإمبراطور أبدع وتفنن وقدم مباراة كبيرة اكتسح بها فريق نيفيتشي القوي برباعية نظيفة، متأهلا بذلك إلى الدور الربع النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي. سامان بريفكاني، السومرية، أربيل.